ولا عجن ولا فرد ولا اي حاجة. في دقيقة واحدة بس وهتعمليها. السينابون اللهم بارك تحفة. يعني وقت كده ما يهفك الشوق تعمليها او نفسك تروح ليها تروحي جايه قايمه عاملاها في دقيقة واحدة. 4 معالق دقيق بالمعلقة بتاعة الأكل العادية، عليها معلقتين كبار سكر، ونص معلقة صغيرة قرفة اللي هي قرفة ناعمة، وربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعايا معلقة واحدة كبيرة زيت، ومعايا 8 معالق حليب. ولو احتاجت حليب تاني ممكن تديها معلقة أو 2 كمان، طبعا على حسب يعني نوع الدقيق. هقلب كل ده مع بعضه كده بالمضرب. انا حسيت ان العجينه محتاجه كمان معلقه او 2 كمان لبن اديتها. انا عامله على فكره نظام مقدارين، يعني انا قايله لكم على مقدار الفيديو واحد، لكن انا مزوده الضعفين يعني. تعالوا بقى نعمل صوص القرفه الحشو بتاع السينابون. معايا معلقه سمنه بلدي او زبده، معلقه سكر، معلقه صغيره من القرفه، ومعايا حوالي 3 معالق من الحليب. يا دوبك بس ان انا يعني احرك بس الحشو كده، بحيث وانا بحطه على السينابون يبقى كده مفروض معايا. معايا هنا دهنه بسيطه جدا في قلب الطواجن او ايا كان بقى تعملي العجينه فيها. واحط كده حوالي معلقه كبيره في قاع الطواجن من العجينه. هي تحسها زي عجينه الكيك كده بالظبط. ممكن تكون يعني اتقل شويه، يعني في الاسمك شويه من عجينه الكيك. ونحط بقى الحشو كده في النص. ده بقى الحشو السينابون السريع. معلقه زبده او سمنه بلدي معلقه كبيره، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقه صغيره قرفه، وحوالي 3 معالق من اللبن او الميه. ونقلب كل ده مع بعضه كده يعملوا لنا الحشو الحلو ده. ننزل بقى بمعلقه كبيره برده كده بقيه الحشو يعني فوق كده، ونغطي بيه الحشو. يعني بنحط النص مثلا فوق والحشو والنص الطبقه التانية بيضه. ونجيب بقى برضو شويه حشو كده بتاع السينابون اللي هو بالقرفه، ونحطه كده فوق على وش السينابون بالشكل ده كده. اللهم بارك تحفه. في الميكروويف بقى على دقيقه واحده، لكن في الفرن على 10 دقايق او 12 دقيقه في الفرن. الاتنين دول حطيتهم في الفرن. اول بقى ما طلعوا من الفرن بعد 12 دقيقه نزلت بقى عليهم بحليب مكثف، انا عاملاه في البيت اقتصادي وسهل خالص. هقول لكم على طريقته دلوقتي في اخر الفيديو. ننزل بقى كده بحوالي معلقتين كبار كده من الحليب المكثف، وشويه مكسرات بقى بتوع السينابون عين الجمل، عايزه اقول لكم يجنن. واخر واحد ده بقى طلعته من الميكروويف على دقيقه واحده. ده بقى الحليب المكثف الاقتصادي في البيت، سعره بره غالي جدا. معايا كوبايه كده من الحليب البودر في قلب الخلاط او المضرب اي حاجه. كوبايه سكر، يا كوبايه حليب بودر، كوبايه سكر، نص كوبايه من الميه المغليه، ومعلقه صغيره من الزبده او السمنه البلدي، او معلقتين زيت. نضرب كل ده بالهاند بلندر او في الخلاط لحد ما ينعم جدا معايا. خلاص كده جاهز معايا، اللهم بارك وزي الفل. بصوا اول ما تصبيه كده تحس ان هو قوامه خفيف. ليه؟ عشان احنا ضاربينه بميه مغليه، نص كوبايه ميه مغليه. سيبه بقى في التلاجة كده حوالي نص ساعه، هيبقى بالجمال ده والقوام ده. كل ما تسيبيه في التلاجة كل ما قوامه يتقل. يعمليه في البيت اقتصادي جدا، تستخدميه بقى في جميع الحلويات بقى، وكمان في بعض المشروبات الساقعه. طبعا انا عملته قبل الوصفه بنص ساعه عشان يبقى جاهز معايا وساقع. جربوا بقى طريقه السينابون دي ان شاء الله. سايبه لكم المقادير موجوده عندكم في صندوق الوصف، وكمان هثبتها في اول تعليقات. لايك وشير. سلام عليكم.